السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية بخماسية مثيرة في مرمى الهلال. حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا مثيرا على الهلال السعودي بنتيجة 5 أهداف ل3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية. وتوج ريال مدريد الإسباني بكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، فيما نال الهلال السعودي الميدالية الفضية والمركز الثاني لأول مرة في التاريخ. وأنهى فريق ريال مدريد الإسباني الشوط الأول متقدما على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف. أحرز هدف ريال مدريد لاعبه فينيسيوس جونيور في الدقيقة 12 من بداية المباراة بعد تمريرة سحرية من كريم بنزيما، فيما أضاف فالفيردي الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 18 بعد متابعة لكرة عرضية من لوكا مودريتش. وسجل فريق الهلال الهدف الأول عن طريق موسى ماريغا في الدقيقة 26 بعد تمريرة رائعة من محمد كينو. وأحرز كريم بنزيما الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 55 بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور. وأضاف فالفيردي الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 58 بعد كرة عرضية من داني كارفاخال من جهة اليمين. وفي الدقيقة 65 نجح لوتشيانو فيتو في تقليص الفارق بإضافة الهدف الثاني لصالح الهلال. وأحرز ريال مدريد هدفه الخامس في مرمى الهلال عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70. واختتم مسلسل الأهداف فاللاعب لوتشيانو فيتو بإضافة الثالث لمصلحة الهلال في الدقيقة 79 لتصبح النتيجة النهائية 5 أهداف ل3 لصالح ريال مدريد.